السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. استمرارا للفرحة بفوز النادي الاهلي ببطولة افريقيا وكمية المهاترات اللي حصلت نتيجة الغليان مش فاهم يعني. هو طبعا بديهي جدا وطبيعي جدا لما يكون عندك في فريق مستحوذ على كل شيء. الاستحواذ مش داخل مصر بس، الاستحواذ أصبح في إفريقيا كلها. يعني إيه فريق يبقى عنده 12 بطولة إفريقية؟ يعني إيه فريق من 6 مرات يوصل نهائي ياخد منهم 4؟ ده ما بتحصلش يعني في الطبيعي. وبالتالي الحاقدين عندك بيزيدوا أوي. الحاقدين المشكلة إن هم مش جوه مصر بس يعني. بره مصر ممكن يبقى طبيعي لأنه مش من بلدك، يعني المشكلة إنه يبقى جوه بلدك ويبقى حاقد والكلام ده وكده، مش فرحان لك ومش مبسوط لك. مع الناس اللي بتفهم هتفهم ان الاهلي بالبطولات اللي بيحققها دي هو مخلي نادي الزمالك رقم 2 وراه. لان لو هو بياخدش البطولات ديت فكان زمان في كده كده كان هيبقى هو الاول، لكن كان هيبقى في رقم 2 ورقم 3 والزمالك كان هيفضل في مكانه. فاحنا حافظين لكم مكانكم لغاية ما ترجعوا يعني ان شاء الله. ان رجعتم. الفكرة كمان يعني عشان تعرف الفرق بين آه، فرقتين. مش بتكلم على يعني الفكرة في الإدارة نفسها. الإدارة، شوف الاحتفالية بتاعة النادي الأهلي كان شكلها عامل إزاي. احتفالية نادي الزمالك، كل شيء عند الأهلي تحس إن هو مدروس ومنظم، في احترام للجميع. يعني حبوا حتى يعملوا مشكلة ما بين حارسي المرمى للنادي الأهلي، لكن كانت المفاجأة بإن اللي أنت بتعمله دوت أصلا يعني هم فاهمينه كويس جدا. كل واحد عارف قدره، كل واحد عارف إن إمكانياته يعني. فمصطفى شوبير دايما في اي موقف تلاقيه يكبر الشناوي، ودايما يقول ان هو ده الكابتن بتاعي. الكلام ده ظهر في نهائي البطولة لما اصبح الشناوي هو اللي بيحمل الكاس، واول واحد جري عليه مصطفى شوبير، جري عليه الشناوي عشان خاطر يعني يهنيه على أدائه المبهر يعني. عايزين نقول ان الاهلي حتى في البطولة دي حقق حاجات كتيرة جدا، يعني حقق انجازات كبيرة جدا. يعني ايه فريق ياخد بطولة زي بطولة افريقيا بدون اي هزيمة؟ يعني ايه شباك تبقى نظيفة بالشكل دوت لمصطفى شوبير؟ موضوع مش بسيط يعني الموضوع هنا مش بيجي بمحض الصدفة او بمحض التجربة او زي الاخ رضا عبد العال، اللي هو انا في اعتقادي يعني هو ممكن يبقى اسوأ مدير فني لمركز شباب طنطا مثلا ولا حاجة. لان يعني رضا بعال لما تحسه وهو بيتكلم تحس كده ان هو يعني الموضوع واخده على قلبه قوي، يعني الموضوع مؤثر فيه أوي يعني. يعني حتى هو نسي ان هو كان لاعب كرة قدم، وانه المفروض انه يكون عنده سنس من الفهم، وما يعتبرش ان هو يقول لك لا انا رضا بتاع العدل او الحقاني. حقاني ايه؟ انا بتكلم على ان مثلا المباراة الاخيرة دي ان الفريق التونسي كان له ضربة جزاء. ايه يا عم رضا؟ هو انت لسه تتعلم كورة ولا انت عشان الموضوع مزعلك قوي يعني؟ يعني لما تيجي تقول لي الكورة اللي كانت جوه خط ال 18 دي كانت ضربة جزاء، اقول لك لا. يعني كان تقريبا رامي ربيعة لامس الكورة قبل المهاجم التونسي، وبالتالي المهاجم التونسي رجليه جت في رجل اللاعب المصري بعد ما اللاعب المصري لمس الكورة قبليه وطلعها قبليه. دي طبيعي جدا، معروف ان هي ملهاش علاقة بضربات الجزاء. الكرة التانية بتاعت عاشور كانت بره خط ال 18، طوب الارض شافها. يعني الفريق التونسي نفسه ما اعترضش، يعني انت اللي معترض وتقول لي لا كانت جوه وكانت مش عارف ايه. هو انت يعني هو انت لازم تطلع اي حاجه؟ انت لازم تطلع اي حاجه. وبعدين يعني يقول له ان الاهلي حتى الشوط الاولاني كان ممكن يخرج 3-0، يقول له 3-0 فين؟ انا مش عارف يا عم، هو انت كنت بتتفرج على مباراه تانية؟ يعني انت كنت بتشاهد مباراة اخرى؟ يعني انت عندك مباريات تانية بتتفرج عليها وقت ما تكون المباراة موجودة؟ في رعونة من لاعبي النادي الاهلي. في كان بطء كمان من حسين الشحات وغيره يعني. خلاص. لكن اصلا لو اللعيبة دي بتلعب بقدراتها وبتركيزها طبعا، وكون انها مباراة نهائية ليها طبعا تأثيرها يعني. لكن
اللعيبه دي لو بتلعب بقدراتها وبتركيزها كان المباراه دي هتخلص اتنين على الاقل يعني، مستريح يعني. فما تجيش تقول لي هو الاهلي الشوط الثاني هو اللي ضغط نفسه بطريقته، ان هو اثر شويه في فكره التغييرات. لكن لازم تبقى فاهم، لانك انت للاسف فهمك في الحاجات دي برضو ضعيف، ان كل مدير فني حريص قوي انه ما يدخلش فيه هدف، لان كولر لو دخل فيه هدف كانت الدنيا كلها اتقلبت يعني. وذاك لما تيجي تشوف الفريق التونسي هو راح بكره واحده، هي كره واحده بس اللي راح بيها. وده الخطأ. وطبعا لازم يبقى فيه خطأ يعني، يعني طبيعي جدا ما فيش حد هيلعب 90 دقيقة بدون أخطاء يعني، وده الخطأ الوحيد وربنا سترها يعني. غير كده هم ما راحوش بأي حاجة خالص، وهو ده اللي أنت عايزه يعني. أنت مشيت المباراة زي ما أنت عاوز. أنت أكيد كان في سيناريو تاني غير إن الأهلي يحرز هدف في أول 4 دقايق خلاص، لكن السيناريو اتغير بمجرد ما أنت أحرزت اللي أنت عايزه. أنت كل اللي أنت عايزه أحرزته، وكنت أكيد كولر كان بيلعب إن هو يدخل هدف تاني وتالت، لكن في نفس الوقت اكيد هو حريص جدا انه ما يدخلش فيه هدف. وده السبب انه كان مأمن دفاعاته بشكل قوي جدا وبيلعب على الهجمه المرتده. والهجمه المرتده راحوا ووصلوا للجون اكتر من وسام ابو علي وصل، كان ممكن يجيب هدف خلاص، لكن لعبها بشكل غريب. زين الشحات وصل وكان ممكن يجيب هدف، ولعبها برضه بشكل مش مظبوط يعني. وبعدين لما يجي يقول لا اصل هي دي زاويه الجون، يا عم زاويه الجون رضا حسين جاب اكتر من هدف بنفس المكان يعني. الكره كان بيلفها في البعيده عادي يعني، مش بيلعبها في القريبه. ف في موضوع يعني ما تفهمش يعني ايه ايه اللي عند واحد زي رضا عبد العال او غيره يعني، واحد زي خالد الغندور ولا الكلام ده. يا جماعه خليكم عقليين شويه. هو لما انت تمشي غلط او تمشي عكس التيار مش معناه ان انت مميز، هو انت بتبقى مميز بالعبط يعني، انت بيميزوك بالعبط. لكن اتفرج على واحد زي احمد حسام ميدو مثلا، الراجل ادى الاهلي حقه. يكفي ان هو قال لك ان لو عندنا المنظومة الكروية ماشية بنفس نظام الأهلي، عندهم تفصيلة لكل كبيرة وصغيرة كل خطوة هياخدوها، كانت الكرة عندنا في مصر تبقى في مكان تاني خالص. هو فاهم كويس لأن ده فاهم كورة، ده لعب بره في أوروبا وفاهم يعني إيه فريق عنده إدارة جيدة. أنت شوف الخطيب في تسلم الكاس، الخطيب لم يقدم على إنه هو يشيل الكاس. مفيش حد راح جاب ابنه الصغير يدخل في نظام. يا جماعة في نظام في الموضوع. الشناوي هو اللي دخله جوه وخلاه شال معاهم الكاس. ما كانش يجرؤ الخطيب ان هو يعمل الكلام دوت، لان هو في نظام. هو الخطيب مدير النادي وكلمته تمشي على الكل، لكن في نظام ممكن يبوظه لو هو عمل زي فلان او علان يعني. مفيش واحد اسمه داخل شايل الكاس والكل عمال يزق فيه بيوقعه. في حاجة اسمها نظام، في حاجة اسمها نظام عشان خاطر الموضوع يطلع بشكل محترم، مش موضوع العشوائيات اللي احنا شغالين فيها دي. بس طبعا ليهم حقهم اصل يعني. لما تيجي تاخد بطولة حتى لو هي يعني انت شايف انها بطولة تعبانة، بعد ايه يعني؟ بعد عمر يعني. فيعني برضو يعني اتفرج على جماهير النادي الاهلي، هتحرق جماهير الزمالك اللي بتفهم كورة. يقول لك الناس انبسطت شوية ومشيت يعني، هم واخدين على كده يعني. هو كل سنة بننبسط ونمشي، هم واخدين على كده، مش واخدين على ان يكبروا الموضوع زيادة عن اللزوم يعني. مش هيدوا حق اكبر منه، لان اكيد بيفكروا في اللي بعد كده. ايه اللي بعد كده؟ اكيد اللي بعد كده في سوبر، وبعد كده في كاس عالم، في دوري مصري. حته ان يبقى عندك الدافع دي لوحدها نجاح يعني. لما يجي واحد يقول لك ايه، اصلهم موفرين له كل حاجه. طب وايه يعني؟ ما انت قبل كده توفر لك كل حاجه وما عملتش حاجه. ايه يعني؟ ما انت عندك في نادي جوه مصر مشهور قوي بانه نادي الاغنياء يعني، عمل ايه؟ ولا بطوله ولا اي حاجه بياخدها ولا اي بتنجان، لا دوري ولا كاس ولا اي حاجه بيعرف ينافس فيه. فلوس بدون اداره، واداره ناجحه واداره عارفه ازاي توظف الفلوس ديت في اماكنها صح، ولا ليها اي 30 لازمه. ولا ليها اي 30 لازمه. فكره ان الفلوس تبقى موجوده طب ما الاهلي كان فيه فترات ما فيش الفلوس، لكن كان عارف يستخدم القدرات اللي موجوده عنده، عارف يدي دافع للعيبه اللي موجوده، عارف يديهم القدره على انه يقدر ان هو يشتغل على قد الامكانيات اللي موجوده ويطلع افضل قماش عنده. هي دي الإدارة الناجحة، اللي لما كمان تيجي لها الفلوس تعرف إن هي توظفها صح، تعرف إن هي تستخدمها صح.
ده كده ملخص المواضيع اللي فاتت. لكن يطلع لك فلان ويقول لك اصل مش عارف ايه، واحد زي عمرو اديب برضه عايز يتكلم. يا عم عمرو اديب انت بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم في إيه؟ اصل مش عارف ايه ومش عايزين نتكلم. يا عم تتكلم في ايه انت يعني؟ معلش، هو انت عايز تبين انك مش بتفهم كورة؟ لا، انتوا كلكم بتفهموا بس بتستعبطوا. يعني كلكم بتفهموا وبتستعبطوا، ولو مش فاهم بقى عندك اللي يفهمك يعني. انك تحاول تشكك في، مش عارف، بالعكس. يعني الحكم كان من افضل الحكام الموجودين. يقول لك رضا عبد العال، يعني مثلا يقول لك ايه، ما حاولش ان هو يروح حتى فيعني تلاقي اللي عايز ان هو يعني قبل ما تتكلم في حتة اصل التحكيم، اصل مش عارف ايه الكلام ده، اسأل انت عايز تتكلم في ايه في التحكيم. عايز تقول ان في ضربة جزاء؟ طب اسأل حد بيفهم دي ضربة جزاء ولا مش ضربة جزاء، وبعدين اتكلم. لو قال لك ان هي ضربة جزاء واثبت لك ان القانون فعلا بيقول ان دي ضربة جزاء، يبقى خلاص. لكن لما يبقى القانون بيقول لك ان اللاعب المدافع طالما انه قدر يلمس الكورة قبل المهاجم، بالتالي رجل المهاجم اللي جت في رجل المدافع مش رجل المدافع اللي راحت لرجل المهاجم، بالتالي دي مش ضربة جزاء. مش محتاجة اصلا ان هو يرجع للفار لانه كان قريب اصلا من الكورة. فيعني نتمنى ان ربنا يهديكوا كده، وتحمدوا ربنا على اللي انتوا خدتوه. انتوا ما كنتوش في الصورة اصلا. يعني انا ما بحبش اقلل من الكونفدرالية، لكن هي المفروض ان لو اعتبرنا بطولة افريقيا زي ما انتوا بتقولوا كده بطولة ضعيفة، فتبقى الكونفدرالية على طول تبقى دورة رمضانية مباشرة. يعني ما تفكرش، يعني لو انت قلت على البطولة الافريقية بطولة ضعيفة، فحضرتك واللي معاك دول اللي سقطوا من البطولة الافريقية. دول اللي جابوا ملاحق وبعدين جمعوهم مع بعض وعملوا امتحان مع بعض، وبعدين طلع واحد فيهم الاول على اللي جايبين ملاحق. فطبعا ما تقارنهمش بالناس اللي ناجحه من الاول. يعني اعتقد ان المقارنه هنا هتبقى ظالمه يعني. يعني لما تيجي تقول لي مثلا واحد زي رضا عبد العال بيتكلم على ان فريق الترجي التونسي فريق ضعيف، يا عم فريق الترجي التونسي طلع فرق اصلا انت تتخض لما تسمعها. يعني الفرق اللي طلعها تتخض ان انت تسمعها، وبعدين طلعها ايه؟ ده غلبة على ارضها بره ارضها. انت مش عايز تدي للاهلي بس حقه في انه هو اقوى من اقوى الفرق. هو لسه في دماغك النتيجة بتاعة الاهلي لما اتغلب 5 مش عارف ايه والكلام ده. كان كولر لسه جاي جديد وكان عنده فكر غيره خالص. غير الفكر وطريقته خالص في التعامل مع افريقيا. هو كان بيتعامل بنفس فكر اوروبا. فكر اوروبا تلعب مفتوح وتجيب وتستقبل والكلام الفارغ ده ما بينفعش عندنا في افريقيا. وبالتالي اصبح هو فكره مختلف، ازاي ان هو يقدر يكسب بره وجوه بدون ما يدخل فيه هدف. وقدر ان هو يحقق الكلام ده في اكتر من نسخة من البطولة الافريقية. الف مبروك للنادي الاهلي مرة تانية. ويعني ولا عزاء للحاقدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.